السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم من جديد وفيديو جديد مع كودك. النهاردة بإذن الله هنتعلم إزاي نعمل مع بعض environment setup. بس بداية خلينا نتعرف إيه هي ال environment اللي احنا محتاجين نعملها. احنا زي ما قلنا قبل كده في كل مشروع من مشاريعنا هيبقى في عندنا شوية libraries بداية من جانجو، شوية libraries تانية بنحب نستعملها. ممكن نحتاج جانجو، ممكن نحتاج بيلو، دي حاجة خاصة بالصور. ريست فريم ورك لو انت هتشتغل ب اي بي اي علشان تعمل موبايل ابلكيشن مثلا. وايت نويز اللي بتحسن من اداء الستاتيك فايلز. كل دولت هتحتاج تسطبهم عندك على الجهاز. هل من المنطقي ان احنا نعملهم ويبقوا جلوبال على الجهاز كله، ولا نحطهم في مكان محفوظ يبقى خاص بالبروجكت ده، ما يحصلش اي تداخل ولا اي كونفليكت بينه وبين اي مشاريع تانية؟ هو ده دور الانفايرومنت. احنا بنعمل فيرتشوال انفايرومنت، بنحوط الحاجات دي كلها جوه مكان واحد بحيث انها لا تتداخل مع الجلوب سيستم بتاع الكمبيوتر كله. بعد فترة هتلاقي عندك على الجهاز كذا بروجكت. في بروجكت ممكن تستعمل فيه جانجو 5.1 بيلو فيرشن مختلف، ريست، وايت نويز، ده موجود في مكان. هتبدأ مشروع تاني او كان عندك مشروع قديم قبل كده في جانجو 4.2 بيلو اصدار مختلف، ريست، وايت نويز، او اي لايبراري تانية هتستعملها. كده مش هيحصل اي تداخل بين المشروعين دولت، هيفضل كل واحد منفصل عن التاني تماما. وهو ده بالظبط اللي احنا هنعمله بعض. نبدأ دلوقتي نعمل اول environment عندنا. فتحت انا ال VS Code وفي عندي فولدر هنا فاضي تماما اسمه جانجو، ده اللي هنبدأ نشتغل منه. اول حاجة نفتح تيرمينال. وازاي نعمل اول environment، بس خلينا الاول نتأكد ان احنا عندنا نسخة بايثون ونسخة بيب. هنكتب بايثون دبل داش فيرجن، موجود ان في بايثون وده الاصدار بتاعه، فانا كده تمام. اتأكد من بيب بنفس الطريقة، في عندي بيب والاصدار بتاعه، فانا كده اموري تمام. ويلا نكتب الكود اللي هيعمل لنا اول environment. في كذا طريقة بس يعني دي افضلهم من وجهة نظري. بنكتب بايثون داش ام اللي هي موديول فينف. فينف ده موديول موجود جوه بايثون، هو المسؤول عن انشاء الفيرتشوال انفايرمنت. دلوقتي محتاجين نسمي الانفايرمنت بتاعتنا، فانا هسميها بلاج انف ونضغط انتر. هنلاقي فيه هنا فولدر اتكون عندي اسمه بلاج انف. في شوية فولدرز وشوية فايلز هنفهمهم مع الوقت بإذن الله، بس اللي يهمني فيهم هو السكريبتس، لأن ده اللي احنا هنحتاجه علشان نعمل اكتيفيشن. طيب ازاي اعمل اكتيفيشن وابقى انا موجود جوه الفيرتشوال انفايرمنت فعلا؟ اول حاجة بكتب هنا، بدخل جوه الفولدر، بكتب cd blog env. خلاص كده انا بقيت جواه. بكتب scripts activate.bs1 وكده عندي حصل اكتيفيشن للانفايرومنت، ظهرت هنا بين قوسين قبل الكود بتاعي، فانا كده اموري تمام والانفايرومنت جاهزة علشان نشتغل. يلا اشوفكم الفيديو اللي جاي ونبدأ اول مشروع ديجانجو مع بعض. سلام.